السلام عليكم ورحمة الله. رايح نقدموا اليوم مع بعض اللحم بالفواكه الجافة، البرقوق والمشماش والزبيب. كما تعرفوا هذا الطبق من بين يعني الأطباق التقليدية لولاية تلمسان، واللي شرفني أني نقدمه معكم اليوم. اللي ما يخطاش من الطاولة ديالي في شهر رمضان، خاصة الأيام الأولى لأيام النفقة، يعني ليلة 15 وليلة 27. رايحين نبداو الوصفة مع بعض. راكم تشوفوا هنايا درت في كاسرونة صغيرة قليل من الزيت، يعني 3 مغارف كبار، مع بصله كبيره يعني قطعتها رقيق، وضفت عليها قطعه كبيره من اللحم اللي وزنها 800 غرام. انا استعملت اللحم تاع الغنمي، ولكن تقدروا تستعملوا يعني اللحم تاع البقر او تستعملوا معه الدجاج، يعني مش مشكل، كل واحد على حساب المقدره ديالو. رايحين نحركوا جيدا اللحم مع البصل حتى يتشحر مليح هذاك البصل، ويتشحر ايضا دونك اللحم من جميع الجوانب. رايحه نضيف ايضا ملعقه كبيره من الزبده، يمكن تعويضها ايضا بملعقه كبيره من السمن، او ممكن يعني تكتفي فقط بالزيت، ولكن كما تعرفوا اللحم تاع الخروف يحب كثيرا يعني يطيب في الزبده، ولهذا انصحكم يعني ما تستغناوش يعني على الزبده في هذا الطبق. رايحه نحركوا مليح هذا الخليط حتى تتشحر جيدا البصله، وريحه يعني تتكرمل جيدا. الوغ رايحين نغطيو عليها مره نفقدوها يعني ونحركوها جيدا باستعمال ملعقه من الخشب. الوغ هنايا كما راكم تشوفوا القطعه لما تكون كبيره يمكن يعني استعمال ملعقتين من الخشب هكذا باش نحركوه فاسيلمون ما يغبناش يعني في التحراك. رايحه نكمل التشحير تاع هذا اللحم مع البصل، وعاود نرجع لكم، قعدوا معنا. الان ما ننساوش ايضا يعني نوضعوا في كاسرونه صغيره كميه من الماء اللي رايحين نسقيو بها، لانه جامي لازم نسقيو بالماء البارد، وانما نسقيو بالماء السخون. رايحين نضيفوا على اللحم التوابل: سكنجبير، فلفل اسود، الكركم والملح. جميع التوابل اللي استعملت يعني استعملت فيهم من ملعقه صغيره مملوءه، ما عدا الفلفل الاسود يعني اللي استعملت نصف ملعقه صغيره باش المرقه يعني ما تقعدناش كحله، ما تجيناش يعني كحله في الاخير. بالنسبة للزعفران أنا ضفت أيضا كمية من الزعفران الحر، يمكن أيضا يعني تبديله أو تعويضه يعني بالزعفران العادي أو بأي ملون غذائي. حركوا جيدا. كما راكم تشوفون هنا ما استعملتش طنجره الضغط، استعملت كسرونه عاديه. يمكن يعني تستعملوا يعني طنجره الضغط لما تكونوا مقلقين، ولكن انا ما نكذبش عليكم يعني نحب اللحم نطيبو افردو في ان كاسخول يعني، ويطيب ما شاء الله، يطيب زبده. كما قلت لكم ضيفوا هذوك التوابل على اللحم. انا ما تتقلقوش، ما رايحينش نحرقوا هذوك التوابل، لاننا رحنا مقللين يعني النار، ما رحناش مقوينها. هذيك لو كانت تكون نار قويه نخافوا انه يعني المذاق تاع التوابل يتغير او يعني تنحرق. كما قلت لكم هنا نحركوا جيدا اللحم يعني في الكاسرونه العاديه، يعني راح يقعد لنا ابوبخي واحد الساعه الى ساعه وربع باش يطيب، يعني لانه لحم الخروف كما تعرفوه ماشي كيما اللحم تاع البقر، يعني الطياب تاعه سريع. ولكن يعني الا كنتم مقلقين تقدروا تستعملوا كما قلت لكم طنجره الضغط. رايحين نخلطوا كما راكم تشوفوا حتى تتكرمل جيدا هذيك البصله، وراح نعاود نرجع لكم بعد ما هذيك البصله تشحرت تخي بيان. رايحين نسقيو عليها بالماء السخون. كما قلت لكم الماء السخون يعني ما نسقيوش على اللحم ديريكتومون فوقه، ولكن يجب ان يعني نسقيو عليه على جنب هكذا باش العطريه ديالنا ما تمشيش كامل في داك الماء، واللحم يقعد كامل حاكم هذيك العطريه هكذا باش يجي البنه ديالو لذيذه جدا. رايحين نضيف بعد ما تغلي الماء، رايحين نضيف عليهم عود من القرفه، ورايحين نضيف عليهم نجمة الأرض. هنا في الأثناء لما غلات رايحة نضيف عليهم كما قلت لكم عود القرفة ونجمة الأرض. هادو يعني من بين المعطرات اللي ما نستغناوش عليهم يعني في هذا الطبق الرائع، اللحم بالبرقوق. طبق يعني يجي لذيذ جدا صدقوني يعني، وأنا أفتخر يعني بأنني أقدمه معكم اليوم. جربوا هذه الوصفة صراحة يجي لذيذ ويجي رائع. بالنسبة للفواكه الجافة اللي راح نستعمل، عندي كمية من الزبيب، كمية من البرقوق، كمية من المشماش، وعندي عودين من القرفة. الآن رايحة نوضح لكم كيفاش رايحين نطيبوا هذه الفواكه الجافة. هنا لديكم الاختيار، سواء يعني نطيبوا هذه الفواكه الجافة في ان سيرو، رايحين نحضروه بنصف كأس من السكر مع كأس ونص من الماء او كأسين من الماء، يعني لما يكون الكاس صغير، ونضيفوا عليهم عودين من القرفة. نضيفوه نعملوا هذا الخليط يعني هذا السيرو يغلي. لما راح يغلي رايحين نطيبوا الزبيب نطيبوا الزبيب اول مره. لما هذاك الزبيب يطيب مليح كيفاش نعرفوه بلي طاب يعني
ينتفخ، ولما يعني نبيكيوه بالفرشيطه رايحين نشوفوا انه طراب يعني طاب. بعدها رايحين نصفيوه ورايحين نعوضوه، يعني هذاك الزبيب نضع المشماش حتى هو يطيب بنفس الطريقه، ورايحين نخليوه ايضا يطيب حتى نشوفوه انتفخ جيدا. عاده باش نعاودو نصفيوه. بعدها يعني راح نفوتوا للبرقوق. كما قلنا لكم الاختيار، سواء في نفس السيرو نطيبوا البرقوق او في المرقه تاع اللحم الشي اللي درتو انا اليوم في هذه الوصفه. نشوفوا هنايا اللحم راني طفيت عليه النار. هنايا المرقه راها تخثرت جيدا، ما باقيش بزاف. كما نعرفوا البرقوق يعني ما نسقيوهش بكثير من المرقه. بالنسبه للمشماش راكم تشوفوا هنايا راه انتفخ جيدا، نعاود نصفيه يعني ونزيده على الزبيب اللي عملته من قبل. بالنسبه للبرقوق بغيت نوريكم هنا الطريقه كيفاش يجي. بالنسبه للبرقوق انا طيبته في المرقه اللي طاب فيها اللحم كما راكم تشوفوا هنايا حتى ينتفخ جيدا. عاده نطفي عليه، وكما راكم تشوفوا المرقه قعدت يعني صفراء ما كحرتش، انه لا كاليتي تاع البرقوق من النوعيه الجيده. كما راكم تشوفوا هنايا الطبق ديالنا راه واجد. قدمته الوغ هنا في صحن، يعني قدمته في الطاووس الحر. عملت في الوسط طرف اللحم، صفيت عليه المرقه، يعني ما نحطوش يعني المرقه بها بالبصله ديالها، ونضيفوا ايضا الفواكه الجافه المشماش والبرقوق، ونزيدوا نضع الزبيب من الفوق. كما راكم تشوفوا هنا اللحم طاب ما شاء الله، طاب زبده. الى عجبكم الفيديو شاركوني بالاشتراك، ديروا لي لايك، ادعموني، وشكرا لكم. رمضان مبارك، كل عام وأنتم بخير، أزال الله عنا البلاء والباباء. وما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. إلى فيديو آخر إن شاء الله، وشكرا لكم.